في عام 1930 أصدرت سلطات الحماية الفرنسية في المغرب ما عرف بالظهير البربري، وهو قانون كان يهدف إلى إحداث شرخ داخل المجتمع المغربي من خلال التمييز بين الأمازيغ والعرب. حاولت فرنسا تطبيق قوانين عرفية خاصة بالمناطق الأمازيغية بدلاً من الشريعة الإسلامية، وهو ما اعتبر محاولة واضحة لإضعاف الوحدة الوطنية وتفكيك النسيج الاجتماعي للمغاربة. هذا القرار الاستعماري أثار موجة من الغضب والاستنكار الشديدين بين جميع فئات الشعب المغربي، حيث اعتبر مساساً بالدين الإسلامي وبالهوية الوطنية المشتركة. رغم أن السلطان محمد الخامس كان مقيداً بسلطات الحماية الفرنسية ولم يستطع معارضة الظهير بشكل مباشر، إلا أن مواقفه كانت داعمة للحركات الرافضة لهذا القانون، حيث وقف إلى جانب مطالب الشعب ودافع عن وحدة البلاد. في المقابل، جاء رد فعل الشعب المغربي قوياً ومنظماً، إذ اندلعت احتجاجات واسعة في مختلف المدن، وارتفعت الأصوات في المساجد والمدارس ضد هذه السياسة التمييزية. أصبحت الخطب الدينية أداة فعالة للتحريض ضد الظهير، حيث كان الآئمة يدعون لوحدة المغاربة جميعاً تحت راية الإسلام. شعار الله الوطن الملك ولد من رحم هذه الأزمة، ليصبح فيما بعد رمزاً للوحدة الوطنية وروح المقاومة ضد الاستعمار. الأمازيغ والعرب على حد سواء رفضوا هذا القرار، وأظهروا تضامناً غير مسبوق في وجه المحاولات الاستعمارية لتفريقهم. ومع تصاعد الضغط الشعبي، اضطرت فرنسا إلى التراجع عن تطبيق الظهير بشكل واسع، في مشهد يعكس قوة الإرادة الوطنية المغربية. الظهير البربري لم يفشل فقط محاولات الاستعمار لتقسيم المجتمع المغربي، بل أسهم في تقوية الشعور الوطني، وأصبح أحد الأسباب الرئيسية لظهور حركة وطنية منظمة تطالب بالاستقلال. كان لهذه التجربة أثر عميق في ترسيخ فكرة أن وحدة المغاربة مهما اختلفت أصولهم الثقافية واللغوية هي السلاح الأقوى في مواجهة الاستعمار، وعليه ظل هذا الحدث محفوراً في ذاكرة المغاربة كرمز للصمود والتضامن الوطني في وجه كل محاولات التفرقة والاستعمار.